هنعمل مع بعض النهاردة الدونتس بطريقة جميلة جدًا وسهلة أوي وسريعة أوي، أوي، وفي نفس الوقت بألوان مبهجة أوي. عجبت البنات جدًا وتعجب أي حد صراحة وتبقى حلوة أوي في أعياد الميلاد والمناسبات. تعالوا أقول لكم هنعمله إزاي، وطبعًا هيبقى هش وجميل جدًا من غير ما يشرب زيت كمان. بس قبل ما أبدأ الفيديو لايك وشير الفيديو لو عجبك والاشتراك الجميل في القناة، وأنا ضحى الصادق لو أول مرة تتابعيني. تعالوا نشوف هنعمل إيه. أول حاجة إن إحنا هنجيب كيلو دقيق بمقدار 4 كوبايات بالضبط، كوبايات اللي أنا دلوقتي حاطة لكم فيها اللبن والزيت، هي نفس الكوباية اللي هي 250 مللي، كوباية الشاي العادية. هنبدأ بقى نحط 4 كوبايات دقيق يكونوا منخولين كويس، عليهم نص كوباية زيت، وكيس خميرة، بيضة واحدة، كيس بيكنج باودر، معلقة سكر، رشة ملح، وكوبايتين دقيق لبن. بس اللبن ده إحنا مش هناخده كله، أنا باقول على حسب إحنا هنعوز إيه، يعني في دقيق بيعوز سوايل كتير وفي دقيق لأ. فأنا الدقيق بتاعي أنا باستعمل دقيق ضحى جميل أوي، فأنا هاستعمل له كوباية لبن واحدة، يعني الكيلو دقيق خد مني كوباية لبن بالضبط، وعليهم معلقتين بالضبط بالعدد كده، يعني كوباية وعليهم معلقتين من اللي هو معلقة الأكل لبن، بس ما خدتش أكتر من كده. بس أنا قُلت أحط احتياطي يعني كوبايتين يمكن نعوز. الدقيق ده بيبقى على حسب دقيقِك، إحنا هنعوز لبن قد إيه. أول حاجة حطيت على الدقيق المواد الجافة اللي هي رشة الملح، معلقة السكر، نص معلقة بيكنج باودر، وكيس خميرة يكون كيس سليم. هنبدأ إن احنا نقلب المواد الجافة دلوقتي، وبعد كده هنضيف عليهم نص كوباية الزيت والبيضة. أنا دلوقتي يعني أسمع وبرضه بشوف كتير إن اللي بيستعمل الدونس بيستعمل أكتر من بيضة، ممكن 3 و4 و5 كمان، بس احنا هنعمله ببيضة واحدة. وصفة اقتصادية قوي، في نفس الوقت مكوناتها سهلة وسريعة جدا ومخدش أي وقت معانا، وفي تكات حلوة برضه لازم هناخد بالنا منها. هتنفعنا جدًا، جدًا وهتخلّي الدونت ينجح معانا من أول مرّة. كده أنا حطيت البيضة، وطبعًا هاحط رشة فانيليا، أنا حطيت فانيليا برتقان عشان تبقى مفعولها أقوى، يعني تبقى أقوى من الفانيليا العادية عشان ما تبينش أي ريحة بيض. هنستعمل رشة بسيطة حوالي أقل من ربع معلقة. كده أنا حطيت معلقة واحدة بس، كوباية واحدة بس من اللبن. ونبدأ بقى إن احنا نعجن. احنا مش هنعجن العجن اللي هو الجامد ده، احنا هنقلب الأول بالويسك أو بالاسباتولا أو بالمعلقة بأي حاجة. نبدأ إن احنا نقلب بس كويس كده لحد بس اما المزيج ده كله يمسك في بعضه، وبعد كده هنبدأ بإيدينا واحدة واحدة كده لحد ما توصل معانا العجينة يعني متماسكة كده وفي نفس الوقت تكون طرية. أنا مش عايزاها تكون ناشفة، أنا عايزاها تكون طرية. هنبدأ إن احنا نعجن واحدة واحدة كده بالراحة لحد ما نوصل لما ندمجهم كده كلهم سوا، وبعد كده نبدأ بقى نعجن. أنا كده حطيت إيه، يعني هو يعتبر معلقتين كبار من معالق الأكل وخلاص. ممكن بقى الدقيق بتاعِك أنتِ ت ياخد أكتر من كده، أقل من كده، على حسب نوع الدقيق، فدي حاجة ترجع لِك أنتِ، فواحدة واحدة عينيكِ أنتِ اللي بتشوف أنتِ العجينة بتاعتِك عايزة إيه بالضبط. هنبدأ بقى إن إحنا بعد ما عجناها كويس نغطيها كده بstretch لاب، وبعد كده نسيبها إنها تخمر. هي قعدت بالضبط في الجو اللي إحنا فيه ده، طبعًا إحنا دخلنا على البرد، على السقعة وكده، ف خدت بالضبط ساعة ونُص. هنبدأ بقى إن إحنا نعمل الشوكولاتة اللي إحنا هندوب فيها الدونتس. بس أنا اللي أعرفه يعني إن المفروض إن إحنا هنجيب شوكولاتة خام وهنسيحها، أو على بخار ماء وكده وخلاص. بس أنا حبيت إن أنا أكتر الكمية أوي، وبعدين وأزودها جمال أكتر وأكتر كمان، طعم الشوكولاتة أو الشوكولاتة البيضا أو كده، فأنا حبيت أزود الكمية عشان هعمل من الشوكولاتة دي ألوان. فأنا جبت كوباية لبن، لو ما فيش لبن حليب أنتِ ممكن تستعملي لبن البودرة عادي. كوباية لبن عليها معلقتين سكر، عليها معلقة ونص كبيرة نشا، وهنبدأ إن إحنا نخلطهم كويس، وبعد كده هنبدأ إن إحنا زي ما يعني شايفين كده باخلطهم كويس عشان السكر برضه يدوب لأنه حبيبات. وهنبدأ إن إحنا نطلعهم على النار هادية ونقلب كويس باستمرار لحد أما يتقل معانا بالشكل ده. وبعد كده هنحط مكعب شوكولاتة ومعلقة زبدة.
عشان الزبدة تلمّعها بما إنها شوكولاتة يعني غامقة بُني، وفي نفس الوقت المكعب هيدّينا بقى نكهة الشوكولاتة ال الجميلة. أنا باستعمل شوكولاتة دريم نكهتها حلوة وطعمها حلو جدًا. كده الشوكولاتة البُني جهزت معانا، هنعمل بقى الشوكولاتة البيضا بس هنكتر في الكمية عشان أنا عايزة زي ما قُلت لكم الشوكولاتة البيضا نعمل منها ألوان. فهنبدأ إن إحنا نجيب كوباية لبن عليها معلقة ونص كبيرة نشا، دي معالق أكل. وهنبدأ إن إحنا نحط معلقتين سكر أو 3 4 زي ما انت عايزة، السكر ده يرجع لك انتي. هنبدأ ندوبهم كويس برضو قبل ما نحطهم على النار، وبعد كده هنقلب على البارد، وبعد كده نحطهم على النار لحد أما المزيج يتقل معانا. وبعد كده هنبدأ نحط عليه شوكولاتة خام بيضة. أنا بافضّل إن إحنا ما نحطّش الشوكولاتة على النار ونقلّب، لإن كده يعني التُقل هيزيد بزيادة، هتتقل أوي معانا. فلمّا يبقى النشا واللبن أنا لسه مطلّعاه من على النار سُخن، هنبدأ نحط عليه الشوكولاتة ونقلّب بقى باستمرار كده، نفضل وراه لحد أمّا إيه، أمّا تسيح خالص براحتها ويفضل القوام بتاعها مضبوط. هنبدأ بقى نقسّمهم الأطباق زي ما أنتم شايفين، وأنا حطيت لون أحمر ولون أخضر و بس هي قطعت معايا مش عارفة ليه. لون أحمر ولون أخضر، وهنعمل اللون البني وباقي اللون الأبيض أنا أخدته عشان أعمله يعني أحطه كده في كيس حلواني وأبدأ إن أنا يعني أوزعه على الوش كده يدي شكل حلو في الآخر. كده أنا بوريكوا العجينة بقت جميلة خمرت معانا وهي طرية و ومرتاحة معانا لدرجة إن هي بتمشي لوحدها، أقسم بالله يعني هي عاملة زي العجينة الطرية أوي بتاعة الفطيرة الطرية جدًا بتمشي كده لوحدها. أنا بدأت دلوقتي إن أنا أنزّلها على الرخامة وأقسمها نُصّين عشان خاطر هي كبيرة، عشان أقدر إن أنا أفردها براحتي وأقسّم براحتي، وما شاء الله الكيلو عمل لي كمية كبيرة. هابدأ أجيب رشة دقيق وأحطها على الوش وأحطها برضه على الرخامة، ما تقلقوش الورق ده أنا حاطاه على الرخامة ده ورق حراري يعني ضد المَيّة ضد النار زي ما بيقولوا. بيستحمل كل حاجة وتقدري تعجني عليه وتعملي كل حاجة عليه وبيستحمل السخونة وكل حاجة ممتاز الصراحة. ما لونه زي ما هو ما بيطبعش على أي حاجة يعني تمام. فأنا باحب أشتغل عليه جدًا. هابدأ بقى إن أنا أفرد العجينة بتاعتي شايفين طرية جدًا معايا كأني باف ب ب بافرد فطيرة. هابدأ إن أنا أعملها بقى أي شكل دايرة، مستطيل، مربع، زي ما أنتِ عايزة. أنتِ كده هتقطّعي دواير، واللي هيفضل منِّك طبعًا هترجعي تفرديه تاني لحد أمّا تخلّصي الكمية كلّها. فأنا كده باوريكم أنا فردتها بس أنا مش عايزاها تكون رفيعة أوي، أنا عايزة السمك بتاعها يكون لا رفيع أوي ولا تخينة أوي. طيب أنا مش عندي حاجة إن أنا أقطّع بيها، هنبدأ نجيب مَج معانا بس يكون يعني فتحته كبيرة شوية، وبعد كده نبدأ نقطّع بيه. طب وبالنسبة بقى دي طبعًا باقي العجينة هنبدأ نسيبها ترتاح شوية، ونرجع بقى إن إحنا بغطا إزازة أو بأي حاجة بس تكون كبيرة شوية، ده غطا إزازة هنبدأ إن إحنا نقطّع بيه الدايرة اللي في النُص دي. وكده اتصرّفنا من غير ما نكلّف نفسنا أي حاجة، من غير أي أدوات. هنبدأ بقى الخطوة المهمة جدًا إن إحنا هنجيب ورق زبدة، وهاقول لكم ليه عملت الخطوة دي. ودي أهم خطوة بقى عشان الدونتس يطلع معاكِ ناجح. الورق الزبدة هنفرد عليه الدونتس ونسيبه يخمر أو يرتفع شوية طبعًا حوالي تِلت ساعة، ربع ساعة، على حسب الجو، على حسب الحرارة اللي عندِك في المطبخ. ليه أنا عملت ورق الزبدة هاقول لكم. طبعًا أنا باعمل دي تاني عجينة، بابدأ أفرد بقى براحتي. على ما أبدأ أخلّصها معاكم هاقول لكم أنا ليه حطيت ورق الزبدة. ورق الزبدة أنتِ لمّا تيجي الدونتس معاكِ يرتفع هتضطري إن أنتِ طبعًا تحطيه على النار. طب أنتِ لو جيتِ رفعتيه هتلاقيه هشّ منِّك، النفخة بتاعته دي بتهبط. فعشان كده إحنا لمّا نحطه على ورق زبدة ونبدأ إن إحنا نقطّعه بالشكل اللي أنا هاوريه لكم دلوقتي يعني هابدأ إن أنا أقطّع كل واحدة على قد الغلاف بتاعها كده. وبعد كده هنبدأ إن إحنا نجهّز الطاسة ونحط فيها يعني زيت يكون كتير، وفي نفس الوقت يكون سخن بس مش أوي، ما يبقاش سخن أوي إن هو يتحرق مننا أول ما ينزل. إحنا يكون
يعني خلاص هيبدأ يسخن معانا، هنبدأ بقى نحطه بالغلاف ونرجع نديّره، لمّا يتديّر بقى بعد ما خد الوش اللي هو الدهبي ده من تحت، هنبدأ نشيل الغلاف من عليه بسهولة زي ما أنا عملت كده، بدأت إن أنا أحط بقى 4 ب4 والكلام ده كله، وأديّر وأشيل، المهم يعني هو استوى معانا بالطريقة الجميلة اللي أنتم شايفينها، وطبعًا إحنا لمّا نحطه يبقى النار تكون واطية شوية، ما تكونش عالية أوي عشان ما يتحرقش معانا. أنا عملت كمية ما شاء الله كبيرة جدًا. أدي انتوا شايفين عملت أكتر من 30 واحدة، ودلوقتي وريتكوا الشوكولاتة لما لونتها الشوكولاتة البيضا عملت اللون الأحمر واللون الأخضر، وده طبعا الشوكولاتة البني. لازم يكون السمك بتاعهم ميكونش خفيف قوي ولا تقيل قوي عشان يمسك على الدونتس. الدونتس طبعا الدونتس نازل سخن، فطبعا سخن مع بارد هيبدأ ان هو يعني يبقى كويس، ما يسيحش مننا. هنبدأ بقى نعمل زي ما وريتكوا كده، دي الألوان. هابدأ إن أنا أرجع أعمل تاني من ورا لقدام كده أخضر أحمر بني لحد ما يدينا الشكل الجميل اللي انتوا هتشوفوه. هبدأ أخلص الكمية كلها وبعد كده هوريكوا الشكل النهائي بقى عامل ازاي. كده بقى خلاص خلصت الكمية كلها، بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، وكمان أنا عاملة أكتر من كده، ده الطبق اللي يدوب خد دول ما شاء الله أكتر من 30 واحدة من 4 كوبايات دقيق، يعني كيلو دقيق عمل لي كمية جميلة قوي. هش جدا من جوه ومش شارب أي زيت خالص، وعايز بس يدخل كده التلاجة شوية ويطلع هتلاقيه حلو جدا. لو عجبك الفيديو أتمنى لايك وشير للفيديو، وبألف هنا